لطالما اشتهر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بجرأته في التصريحات وصراحته في التعبير عن رأيه. تصريحاته الأخيرة حول ريال مدريد تأتي في سياق تاريخ طويل من المنافسة الشديدة بين الفريقين. في هذا التحليل سنستعرض أبرز تصريحات سيميوني المثيرة للجدل، وسنحاول فهم الدوافع وراء هذه التصريحات وتأثيرها على علاقته بريال مدريد وعلى المنافسة في الدوري الإسباني. سيميوني لم يتوانى عن مهاجمة ريال مدريد في العديد من المناسبات، ففي موسم 2019-2020 وصف النادي الملكي بأنه ناد بلا مدرسة، قائلا إن ريال مدريد يعتمد فقط على الموهبة المتوفرة لديه ولا يملك أسلوب لعب ثابت مثل برشلونة وأتلتيكو. كما سخر من جماهير الريال في موسم 2016-2017 قائلا: هل أنتم نائمون؟ شجعوا الفريق وإلا ستصبحون مثل مشجع ريال مدريد. سيميوني لم يخجل من إعلان موقفه القاطع من تدريب ريال مدريد، حيث قال في 2017: لن أتولى تدريب ريال مدريد أبدا لأسباب تتعلق بالمشاعر، وهم لن يطلبوني أيضا. هذه التصريحات كانت بمثابة إعلان رسمي عن رفضه الكامل لأي ارتباط مع النادي الملكي. التصريحات الأخيرة لسيميوني جاءت في وقت حساس، حيث انتقد الأخطاء التحكيمية التي يراها تصب في مصلحة ريال مدريد، ملمحا إلى تحيز الحكام لصالح الأندية الكبرى. وقال سيميوني: هناك أشياء تقال وتقلقك مثل ما يحدث في البرنابيو كل مرة. تصريحات تؤكد أن المنافسة بين أتلتيكو وريال مدريد ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي صراع مستمر في كل جوانب اللعبة. وفي كل مرة كان ريال مدريد يرد على سيميوني كان الرد غالبا قاسيا. ويظل اللقاء المنتظر بين الفريقين في الجولة 23 من الليغا في 9 فبراير المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو هو اختبار جديد في هذا الصراع المحتدم. صراع سيميوني وريال مدريد أصبح أكثر من مجرد منافسة كروية، هو صراع على الهيمنة داخل إسبانيا وعلى من يسيطر على عرش الدوري الإسباني. تصريحات سيميوني المثيرة تساهم في إشعال التوتر بين الفريقين وتحول المنافسة إلى ساحة حرب نفسية، حيث كل كلمة وكل تصريح يعكس حجم التنافس الكبير بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد الذي لا يبدو أنه سينتهي قريباً.